يلا نعمل طاسة سجق بالجبن، أجمد وأحلى وأنضف وأوفر وقت ومجهود من ألبان سويسرا. يلا بينا نخش على المقادير. عندي طاسة هحط فيها مكعب من الزبدة. مكعب الزبدة ده هيحتاج معايا معلقة من الدقيق. هحمر الزبدة والدقيق مع بعض كويس قوي لحد ما يتجانسوا ولونهم يبدأ يغير بالشكل ده. تمام. بعد كده هنزل بكوباية من اللبن، كوباية من اللبن برضو هقلب كويس. اهم حاجة ما يبقاش فيه كتل زي ما انتوا شايفين كده. وهنا معايا معلقتين من الجبنة الشيدر والموتزاريلا والجبنة البارميجان او يعني اي جبن انتوا بتحبوه متوفر عندكم. هنا عندي ده السجق البقالي او السجق الاسكندراني، هو لونه بيبقى كده، دي مش لحمة مفرومة مبدئيا. ده سجق هو بيتجاب كده من هايبر او من يعني من اي مكان. تمام، هتلاقوه. هو ده السجق الاسكندراني بيبقى لونه كده. بعد ما خلاص اتشوح معايا ودخل في السوا، هنزل بقى ايه بطاسة الجبن الرائعة اللي انا عملتها على الوش كده بالشكل ده. انا بجد مش قادره اوصف الطعم كان رهيب ازاي، وكان بجد احلى من البان سويسرا، وكان متكلف قوي قوي قوي، يعني حاجه انت عاملاها في البيت بمزاج وبنظافه وبكل حاجه. اول ما الجبن تبدا كده يا دوب تعمل معايا تاخد غلوه، خلاص هي كده بقت جاهزه، لان كل حاجه تقريبا مستويه، السجق مستوي وكل حاجه بقت مستويه. تقدروا بقى تاكلوها بعيش فينو او عيش عادي او توست زي ما انتوا عايزين. جربوها وبجد هتنبهروا من سهولتها وكمان طعمتها ونظافتها. اتمنى تجربوها، بالف هنا وشفا. اهم حاجه لو عجبتكم ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات.